احنا عايشين بياسر، العالم جاي يتحارب بالدرونات والذكاء الاصطناعي، وجيشنا لحد الان جاي يموت بالتمارين مو بالحرب، بالشمس وبالجفاف وبالاهمال. المفروض ان الجندي اليوم يتعلم شلون يواجه سايبر اتاك، مو يتعلم شلون يتحمل الشمس والضرب والذل والاهانه، وما اجبره ياكل افاعي وعقارب والله بحجه شنو؟ بحجه علمه شلون يتعامل بالمواقف الصعبه. بالوقت المفروض انت توفر له افضل غذاء لازم حتى يتحمل التدريبات الصعبه. يا جماعه الخير، الجيوش اتطورت، الجيوش صارت جيوش إلكترونية، انتهى شيء اسمه حرب مواجهة وجه لوجه. الجيش المتطور حاليا هو اللي يمتلك تكنولوجيا متطورة عن باقي الجيوش، واحنا بعدنا لحد الآن نقيم الجندي إذا كان يتحمل الضرب والذل والإهانة أو لا، وبالنهاية هاي تسمى جريمة بحق المنطق والعقل. ليش جاي نخسر شبابنا بهاي الطريقة؟ ليش نظل نكرر نفس الأخطاء؟ ليش ما نطور نفسنا ونحترم حياة الناس؟ وإذا تريدون جيش قوي ربوا العقول، مو عضلات تموت بالحرب وتمارين ما بها أي منطق. وبالنهاية لا تنسون تقرون الفاتحة على روح المرحومين حسين السعدي ورضوان البيضاني.